يا ماهر، ايه الاخبار؟ بقول لك انا عايزك في حاجه مهمه، ركز فيها معايا. تمام؟ معاك. في مركز تدريب كلمني. تمام؟ اه. مركز تدريب كبير هيعمل كبير مصري ولا بره؟ ليه مركز في مصر واصله في الكويت. تمام؟ اه. هيعمل ندوه في الكويت يوم 37/3. حلو؟ ندوه في الكويت كام؟ 37/3. 37 يعني. الو، يعني 37/3 يا ابني 27/3 يا معلش. 27. ما صرفت 27 دي 27/3. المهم انجز. دلوقتي لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين رقم وائل غنيم. هم يعني شافوني في مصر النهارده فجابوا رقمي يقولوا عايزين وائل غنيم. تمام؟ اه. فانا قلت لهم ماشي وائل غنيم وكل حاجه، بس في عبد الرحمن منصور ده كان معاه اشتغل برضه في الصفحه. فاهم ازاي؟ قالوا المركز ما عندوش مانع ان هو يجيب حد تاني، بس ايه مش مشكله وكده. فحد تاني ان شاء الله حتى وائل غنيم يرشحوا لنا وبتاع كده. فانا عارف ان عبد الرحمن منصور فين في التجنيد. تمام؟ تمام. قلت لهم بقول لكم ايه، انتوا هي الندوه عن ايه؟ قال لي عن دور الميديا وكده، واللي هي الفيسبوك والحاجات دي كلها في ايه، في السياسه وكده. قلت لهم طب بصوا يا جماعه، طالما هي كده في مجموعه ثانيه اسمها مجموعه 6 ابريل، ومنسق واحد شباب اسمه محمد ماهر، اول ناس استخدمت الفيسبوك وكده في حاجه حقيقيه يوم اضراب 6 ابريل 2008. بالاضافه ان هم اول ناس عملوا الايفنت على الفيسبوك واشتغلوا عليه، وهم اللي نسقوا. يعني حكيت له قصه. قالوا لي بجد والله هتتحشر يا احمد. ايوه. المهم فقال لي قال طب ماشي، طب والله ده احنا ممكن نكلمهم وما اعرفش ايه، ويبقوا لان خلي بالك كمان هيبقى ندوه وفي نفس الكويت وما اعرفش ايه ويعني هتبقى حاجه كويسه جدا. انت فاهم؟ تمام. وبيقول في مصريين في الكويت احتمال يعني يدفعوا تبرعات وبتاع، الله اعلم يعني. تمام؟ تمام. فالفكره كلها بتقول لا ده احمد ماهر وبتاع، وانا ممكن اديك رقم. قال له خلاص ماشي اديني رقمه، بس خلي بالك بقى من حاجه، انا عايز اديك رقمه تتصل بيه تقول له انتوا مع وائل. ليه؟ لان هو قال لي قال لي بص هات رقم وائل وانا هخلي وائل يرشح لي حد، مش هو برضك زميله مصطفى النجار. انت فاهم؟ ايوه. فيروح بقى وائل غنيم مصطفى النجار، فمش منطقي، فيبقى انتوا وهم وائل. فانا عايز اديك رقم تليفونه دلوقتي وهدي له رقمك، انت تكلمه قول له استاذ احمد حسين من مركز اكتد، انا احمد ماهر كذا كذا كذا، واحنا عملنا كذا وعندنا استعداد يعني نروح نبعت واحد مننا، سواء انت بقى او اي حد. خلاص ماشي. ايوه عشان دي حاجه جامده جدا. هو مثلا هتبقى في الكويت كده يومين وبتاع، مش عايز بقى وائل يروح وياخد معاه مصطفى النجار والجو ده. انت فاهم؟ طيب هو عايز وائل شخصيا ولا عايز الناس اكتب على النت ولا عايز ايه؟ لا عايز وائل على اساس ان هو شهره بقى وبتاع، فتبقى حاجه كويسه. فاهم؟ ما انا قلت له يا عم ده في ناس وبتاع. قال لا هو عشان بس هم عايزينه عشان الشهره وكده. خلاص فل يعني مفيش مشكله. خلي بالك كمان بيقول لي وفي مصريين هناك عايزين يدفعوا تبرعات ما اعرفش ايه وايه. قلت لا، وائل غنيم ومصطفى النجار وتبرعات لا. انت فاهم؟ فالمهم انا هديك رقمه دلوقتي. ماشي؟ تمام. اوكي. رقمه كام؟ كام؟ 618. 618. وايه؟ اسمه احمد حسين. انا قلت له احمد ماهر، قال لي انا قريت اسمه قبل كده كتير. فاهم ازاي؟ طب اديني رقمه. فانا دلوقتي ابعت له رقمك برضك، بس انا بص انا عندي حركه سريعه. هبعت له رقمك واقول له خد منه انا مش هديله انا رقم وائل. هقول له كلم احمد ماهر وخد منه رقم وائل، بحيث احسسه برضك ان انت يعني انت صاحب وائل يعني مش ضده. فاهم؟ وانت ما تخبطش في وائل، قول له ده انا ممكن نكلم وائل ونروح مع بعض. فاهم؟ ماشي. بس بحيث مثلا لو في تبرعات لو في اي حاجه يبقى في طرفين موجودين يعني. ماشي؟ طيب. اسمه احمد حسين. في حاجه ثانيه، كان في حد عارف مركز فاكر اسمه ايه، المعهد القومي الفرنسي او حاجه زي كده يعني. كانوا عايزين حد من الاتراف يسافر في النص الثاني من مارس. النص الثاني من ايه؟ مارس. يسافر فين؟ ندوه فرنسا؟ ندوه عن 25 بيدلوك في موضوع السفر دوت. انا ما عنديش مشكله، بس آلية الاختيار يعني انت بايديك انت اللي تختار يعني. هو اشهرهم كذا اسم اتراف عموما يعني، بس الفكره كلها ما عنديش مشكله في السفر. المشكله فيها ان الندوه مش هتبقى يعني لقاء تلفزيوني زي مصر او حاجه زي مصر. دول بيعصروا اللي رايح لهم يعني. لسه كان في ناس رايحين اليونان
عندهم هناك احزاب يساريه واحزاب يعني كل الاحزاب اللي هناك فمسكوهم غسلوهم هناك يعني فاهم. لا ما عندناش مشكله. كل ادق التفاصيل في الحياه السياسيه في مصر وفاهمين الحياه السياسيه في مصر اكتر من المصريين يعني. اه طبعا، ما هم لو انت بتتكلم عن مركز ابحاث اكيد هيعملوا كده. وفرنسا نفس الكلام برضو يعني. وكمان المركز نفسه يعني محسوب هناك على اليمين شويه. فيكون يهمهم بقى ايه علاقه الشرق الاوسط ومش عارف ايه وامريكا وفرنسا وحاجات زي ايران ودور مش عارف ايه يعني. لا ما عنديش مشكله. طيب ماشي. المهم انا دلوقتي بص، انا مش هبعت رقم موبايل، انت معاك رقم موبايل ولا اديهولك؟ معايا رقم موبايل. خلاص انا بعت اقول له احمد ماهر اهو في رقم، وهو يديك رقم موبايل هيظبط لك مع وائل بحيث تروح، لان هو كمان عمال يقول ايه ده في ناس مصريين كتير جدا عايزين يدفعوا تبرعات وكده، فانت تظبط بقى الليله معاه. خلاص فل. ماشي يا باشا، سلام. وقول له برضك احمد وعيه، قول له احنا عملنا كذا ماشي. خلاص ماشي، سلام.